السلام عليكم. خبر مفرح وعاجل جدا لكل الجزائريين. تم إلقاء القبض على هشام الوهراني، والشعب نفسه هو اللي ألقي القبض عليه وسلمه للعدالة الجزائرية. اللي حصل بالظبط إن هشام الوهراني كان مستخبي ما بين ولاية الشلف ووادي الدفلة، ومن بعدها الشعب الجزائري سلمه للشرطة والعدالة الجزائرية. يعني من بعد ما كان هربان من بعد الفيديو اللي انتشر له منذ يومين واللي كان متصدر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، الشعب عثروا عليه وأمسكوا بيه. بجد تحية وتقدير كبير جدا للشعب الجزائري الكرام اللي أثبتوا إن الوعي الشعبي درع من دروع الجزائر، وإن التعاون ما بين المواطنين والسلطات هو الطريق الوحيد والأضمن لحماية البلاد والاستقرار. واليوم في خبرين مفرحين للجزائريين: الأول إلقاء القبض على هشام الوهراني، والتاني هو حكم هشام الوهراني لأنه عنده عدة قضايا، لأنه هو أصلا مسجل خطر في الجزائر، وكمان إنه رئيس عصابة كبيرة جدا كانت تمارس الرعب والذعر في منطقة بو إسماعيل وتبازة في الجزائر. تحية كبيرة جدا للشعب الجزائري، الله يحفظهم.